النهاردة هنعمل بطة رمضان بالطريقة البورسعيدي. معايا 4 أو 5 بصلات متقطعين مكعبات صغيرة، متبلين بملح وفلفل وكمون ومعلقة سمنة درجة حرارة الغرفة. هقلبهم مع بعض كويس، وفي طاسة على النار بمعلقة سمنة كمان هحط البصل بتاعي واقلبه لحد ما يدبل ويبقى بالمنظر ده. دلوقتي البصلة بتاعتي جاهزة، هقفل عليها وهسيبها تبرد. وفي حلة على النار هحط معلقة سمنة كبيرة، وهحط عليها مستكة وحبهان وبصلاية وجزرتين وكام عود كرفس، وهزود عليهم كام حباية فلفل اسود وشوية ورق لورا، والحاجات دي كلها اختيارية، لو في حاجة مش موجودة بنستغنى عنها مفيش مشكلة. دلوقتي هحط عليهم مية سخنة وهسيبهم يغلوا على النار. وهنا البطة بتاعتي معايا اهي، لازم تكون زي الفل وما فيهاش شعرايه ومتنضفة كويس. منضفاها كويس بدقيق وليمون وحطاها في محلول النقع يا جماعة، وطريقته بالتفصيل عندي على الصفحة. بيبقى مية بملح وسكر ومعطرات وبصلة. ودلوقتي هابدأ أحشي البطة بتاعتي بالمرتة اللي أنا مجهزاها. وبعد ما هحشيها كويس هابدأ أخيطها من تحت. ممكن تستخدموا خيط وإبرة عادي، أنا بصراحة بستسهل الخلة بتاعة السنان دي بقفلها بيها. ودلوقتي هاخد البطة هسقطها في المية اللي غلت عندي دي، لازم تكون مغلية بالمنظر ده، ولازم المية تكون مغطية البطة. أنا زودت هنا شوية مية. دلوقتي هغطيها تغلي 10 دقايق، وبعدين على نار متوسطة هسيبها تستوي. وهنا هحضر الصوص بتاع التحمير بتاع البط. معايا معلقتين صلصة، حط عليهم شوية عسل، معلقة سمنة درجة حرارة الغرفة، معلقة بابريكا، وبعدين هنزل عليهم بشوية فلفل وشوية ملح. هقلبهم مع بعض كويس. وهنا البطة بتاعتي بعد ما طلعت هبدأ أحمرها، هتدخل فرن سخن على الشواية يا جماعة، بس هتتشوى من الجنب ده. مجرد ما تخلص تحمير هطلعها وهقلبها على الجنب التاني، برضو أدهنها كويس بالصوص وأدخلها تكمل تحمير، تطلع بالمنظر الجميل ده وبالهنا والشفا.